حكاية شارع التلاتين. مفتاح سر التاريخ. التاريخ حكايات، وجوه الحكايات أسرار. التاريخ صور، وخلف الصور أسرار. التاريخ سطور، وبين السطور أسرار. النهاردة هقول لكم سر من أسرار التاريخ البورسعيدي. ليه شارع التلاتين اتسمى بالاسم ده؟ لما في نشأة بورسعيد اتنشأت على نظام المدن الفرنسية، يعني قرص شمس وخارج منه أذرع، شوارع فرعية، بس كان لازم يبقى فيه شارع رئيسي للمدينة. ده كان الشارع اللي بيبقى عرضه 30 متر. ده كان شارع دي لسبس. البورسعيدية لازم يحطوا بصمة في تاريخهم، ما كانوش بيقولوا شارع دي لسبس، كانوا بيقولوا شارع التلاتيني عشان عرضه 30 متر. هتلاقي شارع التلاتيني في مدن كتيرة من مدن مصر، وده علشان عرضها كان 30 متر، ودي الشوارع الرئيسية اللي كانت موجودة أيام الفرنساويين. طيب الشوارع دي أو الشارع اللي عندنا في بورسعيد، أهم حاجة كانت موجودة فيه إيه؟ أهم حاجة كان موجود فيه الميدان الرئيسي للمدينة، اللي هو ميدان دي لسبس أو حديقة دي لسبس زي زمان ما كانوا بيقولوا. كان فيها كشك موسيقى، وكان فيها تمثال نصفي دي لسبس. كانت حديقة كبيرة، دلوقتي هي بتسمى بميدان المنشية. كان في حاجات تانية زي خط السويرس أو خط الترام اللي كان موجود في بورسعيد، وكان فيها حاجات كتير زي جامع التوفيقي. أقول لكم ده كده السر ده خلص. استنونا في أسرار كتير هنقولها لكم في حلقة تانية. سلام.